بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إن شاء الله تكونوا كامل هنيين ومتهنيين وصحتكم بخير ولاباس. إلى أول مرة تشوفيني، أنا أم راسي لوجين. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. جبت لكم اليوم وصفة لساندويتش أو لا سوفلي بشكل ساندويتش. نبداو على بركة الله. العجينة عندنا كاس حليب، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، نخلطوهم مع بعضهم ونضيفوا لهم 2 مغارف كبار ولا 3 تاع فرينة، ونخلو الخليط تاعنا يتفاعل لمدة 10 دقائق. نخلطه بهذا الشكل حتى يندمجوا عنا المكونات كامل مع بعضها. نخلوهم يتفاعلوا ونروح نحضروا الحشو تاعنا. الحشو اليوم راح نديرو انا بالفيانداشي. الا كان عندك الزر تاع الدجاج ديري بالزر تاع الدجاج، وإلا ما كانش عندك تقدري تستغني على اللحوم وتعوضيها غير بالفريت والاجبان. كمية من الفيانداشي راح نقليها في شوية زيت وزبدة بهذا الشكل حتى اللي يطيب لنا الفيانداشي. ما ننساوش نتبلوه بشوية ملح وفلفل كحل وشوية كركم بهذا الشكل، ونخليوه يتقلى فوق النار حتى اللي يطيب عنا الفيانداشي. بعد اللي يطيب لنا الفيانداشي نحوه من هذاك الزيت تاعه، ونخلو الزيت ديك اليدم تاعه في المقله، نضيفو عليه شويه زيت برك، ونقليو البصل تاعنا كميه من البصل حوالي حبه كبيره ولا 2 حبات متوسطين. نقليهم مليح في هذاك اليدام تاع اللحم. ندير له شويه ملح باش يطلق الماء تاعه ويطيب لنا، شويه فلفل كحل. ما نكثروش لي زيبيس لانه انا ديجا درنا في الفيانداشي. جبت حوالي 2 حبات طماطم، انا طحنتهم. اذا تحبي تربيها ولا تقطعيها كيما تحبي. نص مغرف صغيره تاع طماطم مصبره، ونقليهم كامل فوق النار حتى اللي يخضر عندنا هذيك لاصوص وتثقل. ما نضيفوا لها لا ما لا والو حتى اللي تنشف عندنا لاصوص شويه بهذا الشكل. نضيف لها شويه ملح ونخلوها بجيه. نمروا العجينه تاعنا بعد اللي ارتاحت، نضيفوا 4 كاس زيت، شويه مغرف صغيره تاع ملح والفرينه حسب الحاجه، ونص مغرف صغيره تاع خميره الحلويات. نلموا العجينه تاعنا بهذا الشكل حتى نتحصلوا عجينه تكون تتلصق شويه، ما نشفوهاش، لازم تكون عجينه تتلصق نوعا ما. ندهنوها بشويه زيت ونخلوها تخمر بجيه. بعد مرور حوالي 20 دقيقه حتى نصف ساعه، خميره العجينه تاعنا راهي واجده. نديكازوها ونفتحوها بهذا الشكل، ونقطعوها الكريات حجم الكريه كما تحبوا. انا درت حوالي 7 كريات، يعني 7 حبات سوفلي متوسط الحجم، ما كبيره ما راها صغيره. نتوما تحبوا تكبروا كبروا، تحبوا تصغروا على هاك صغروا. نفتحوا الكريات تاعنا، ما نديروش سمك غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف، يكون حوالي 3 ملم في كل حبه بهذا الشكل. نطبقوها على 2 بلا ما نقفلوها بهذه الطريقه. وندوها ندهنوها بشويه بيض. انا درت الجبن المبشور من الفوق، اختياري، اللي يبغى يدير واللي ما يبغى ما يديرش. وندخلوها طيب للفرن، يكون مسخن على 180 درجه. مدة الطهي كل فرن كيفاه.
درت لها كمية من الجبن المبشور اختياري. نمروا لكريمة الجبن. عندي كاس حليب، غرفة كبيرة فرينة، نخلطهم فوق النار، يكون بارد الحليب، بارد في بارد، نبقاو نحركوه فوق النار بدون توقف. وهنا نضيفو كمية من الجبن المبشور. اللي ما عندهاش جبن مبشور ممكن تعوضها بجبن القطع او مثلثات ولا المتوفر عندك. نبقاو نحركوه حتى هذاك الجبن تاعنا يذوب وينسجموا المكونات كامل مع بعضهم. هنا نضيفو قليل من الملح برك، ما نكثروش. هنا لي سوفلي تاعنا، وهنا لي سوفلي تاعنا بعد اللي طابو انا حمرتهم شويه من التحت. حاولوا نتوما ما تحمروهمش. نديرو طبقات، نبداو بالصلصه تاع الطماطم اللي درناها والبصل، ومن بعد كميه من الفياند هاشي وصلصه الجبن ولا المايونيز ولا الاجبان اللي بغيتو، وكميه من الفريت. هادو سندويتشات يصلحوا للبحر، لي بيكنيك، حتى عشاء خفيف على هلا اللي يبغي يديرهم تستمتعوا بهم. والذوق تاعهم يجي بزاف هايل وخفاف بزاف. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم وكنت خفيفه ظريفه عليكم. دمتم في رعايه الله وحبه. بقاو على خير.